اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم أو مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. يا أهلا وسهلا بكل أماراتي الحلوين اللي شرفوني ونوروني وكبروا عيلتي. أتمنى يا رب تكون الفيديوهات بتعجبكم والقناة بتعجبكم. نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. أتمنى منك يا أمرايا لو انت بتتفرجي عليا لأول مرة نوريني باشتراكك فضلا وليس أمرا، وفعلي زر الجرس للكل عشان يوصلك إشعار مني بكل جديد بقدمه، ومتنسيش تحطي لي لايك تشجيعا منك ليا. نسمي الله كده بقى ونقول الناس اللي تايهة في تنظيف الشقة ما عندهاش وقت ولا خلق ولا صحة للفرهدة والشقلبة بتاعت الشقة زي كده. تعالي بقى هقولك على كام حاجة كده هتعمليها هيحافظوا على نظافة شقتك بأقل مجهود وأقل وقت. يلا بينا. بصي يا قمراية، وانتي قايمة من على سريرك كده اوعي تجري تروحي تغسلي وشك، لا طبعا. خلي ايدك كده، افردي الملاية وشدي المخدات وطبقي اللحاف بتاعك او البطانية بتاعتك او الكوفرتة بتاعتك. مش هتاخد منك اصلا ثواني، وبكده تكوني خلصتي من ترويق السرير بتاعك. يا سلام بقى برضو لو في نفس الوقت دخلنا على اوضة الاطفال وبرضو خدنا سراير الأطفال معانا بنفس الطريقة بنفس الأسلوب. ظبطنا الملاية وحطينا المخدة كويس، طبقنا الحاجة اللي محطوطة اللي بنتغطى بيها. يا سلام. تاني حاجة ندخل على التويليت. هنعمل ايه؟ طبعا خلاص يعني اتوضيتي وغسلتي وشك والكلام ده كله، يا سلام برضو ننظف التويليت معانا على السريع. هقولك على اختراع بيسهل الوقت جدا معاكي. هتجيبي اي بخاخة فاضية وتحطي عليها شوية كرول خام وكم نقطة صابون سائل وشوية مية، وخليها عندك جنب الحوض. رجي 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 رشي، امسحي بأي فوطة. خلاص انتي كده، طبعا لازم ننشف. انتي كده خلاص بقى عندك التويليت والحوض، ولو الخلاطات كمان هتبقى زي الفل. وما خدناش اصلا غير ايه يعني حاجة بسيطة. تمام. تمام. نفس البخاخة دي برضو ممكن تجيبيها تحطي فيها ايه شوية خل شوية صابون معلقة كربوناتو وتحطيها على رخامة المطبخ. برضو طول ما انتي واقفة تلمعي الرخامة، تلمعي حوض المطبخ، تلمعي البوتاجاز، تلمعي ذرة في المطبخ ذات نفسها. بص والله العظيم يا بنات مش بكتر المية ومش بكتر الرغاوي ومش بكتر الكلام ده كله. واقفة بقى قليتي بطاطس هتلاقي الطرطشة بقت على البوتاجاز، هتروحي جايبة البخاخة ديت وبخة ومسحة البوتاجاز معاكي بقى زي الفل. مش هتعملي اي حاجة اكتر من كده. بتسلقي حاجة وقعت على البوتاجاز هتاخد منك وقت علشان تعملي. فاهميني يا بنات؟ تعالوا برضو في فكرة حلوة قوي علشان نمسح بيها حيطان المطبخ او سيراميك المطبخ. تعالي اختاري يوم تكوني بتسلقي فيه حاجة. طبعا احنا لما بنسلق اي حاجة في ابخرة كتير بتطلع بتقف على الحيطة. فلو عندك اي دهون على الحيطة باي موب باي فوط على مساحة هتمشي بيها على السيراميك هتنضف وهتبقى زي الفل. نفترض ان احنا مش هنسلق حاجة خلاص يا بنات، تعالوا نجيب حلة ونحط فيها شوية مية وشوية
حاجة بسيطة كده لا تذكر، صابون المواعين وشوية خل، وسيبيهم يغلوا كتير، يعني نزود المية علشان كل الأبخرة ديت اللي هتدوب لي أي دهون في الحيطة زي ما بقولكم. اعملوا الخطوات دي وإن شاء الله بإذن الله هتعجبكم جدا وهتدعولي. تعالوا برضو يا بنات نطبق فكرة حلوة جدا اسمها 10 دقايق أو النص ساعة على حسب وقتك. دي بتبقى يوميا، او لو ما عندكيش وقت فعلا هتعمليها مرتين في الاسبوع. هتعملي فيهم ايه بقى؟ اهم حاجة ان احنا نظبط منبه او اي حاجة عشان ما نسرحش. بلاش نتكلم في التليفون في الوقت دوت. هنعمل فيها ايه؟ تعالي يا ست الكل هقولك هنعمل ايه في التوقيت دوت. مثلا نجيب رف من الدولاب وننضفه، درج من أدراج المطبخ وننضفها، عندي ضرفة هدوم عايزة تتفرز أو تتطبق أو المهم يا بنات بناخد أي حاجة في اليوم دوت بننجزها في ال10 دقايق دول. والله العظيم بجد هتيجي على آخر الأسبوع هتلاقي محصلة الأسبوع بتاعك إن انت أنجزتي فيها حاجات كتير قوي قوي وانت مش حاسة أصلا. يلا بقى لو لسه ما حطيتليش لايك حطيلي لايك، انا شايفاكي اللي لسه ما حطيتيش اللايك. اللايك يا بنات والله العظيم مش بفلوس ولا اي حاجه، بس بجد بيشجعني وبيرفع الفيديو بتاعي لليوتيوب. يا بنات هقطع كلامي، بس الحشوه اللي انا عملتها ديت حشوه تنفع لجميع المعجنات، سواء هتعملي جوليش، سواء هتعملي باتيه، قرص، اي معجنات بتدخل في الحشوة دي تحفة. وجربوا الجلاش والمكرونة البشاميل بالخلطة ديت وهتدعولي بإذن الله. تعالوا نرجع نكمل كلامنا. حاجة كمان يا بنات بتسبب لنا أزمة ومشكلة في بيوتنا، لعب الأطفال. لعب الأطفال على طول بتبين إن الشقة عندنا متكركبة، مهما نكون مروقينها، مهما نكون منضفينها، مسحين الأتربة، مسحين الأرض، ايدينا في الشقة على طول، بس بمجرد ما لعب الأطفال بتنزل على الأرض خلاص ما بيبانش شكل العين إن الدنيا مرتبة أو مهندمة. هنعمل إيه؟ بصوا يا بنات، المنظمات والبوكسات دي بجد اختراع، اختراع يعني يسلم اللي اخترعها. هنجيب زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده اي بوكس، اي منظم، اي كرتون. عارفين يا بنات صناديق الفاكهه؟ لو مش قادرين نجيب منظمات او حاجات كبيره، بص حبيبه قلبي، التنظيم عمره ما كان بالماديات خالص. انا ممكن لو جبت كرتونة شيبسي بس تقلتها شوية، يعني مثلا حطيت 2 3 جوه بعض، خلاص هيبقى احلى منظم الم فيه لعب الاولاد. ومن بره كده اغلفه باي ستيكر، باي حاجة تخلي شكله حلو، تحفة وبقى زي الفل وشغال. نلم فيه اللعب وتتشال في مكان مناسب. وقت اللعب الأولاد يجيبوهم يلعبوا بيها، خلصنا لعب لازم نعودهم هما اللي يلموها مش انتي. ما تخليش طفلك يتعود ان كل حاجة ماما اللي بتعملها، لا انا لازم احمله المسؤولية من دلوقتي. لما يتعود ان هو يلم لعبه طبعا او لعبها، دي حاجة حلوة جدا وبتعلمه ان لازم يبقى مسؤول عن الحاجة اللي عملها. تمام. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. اذكروا الله يا بنات كده واحنا شغالين. برضو يا بنات من ضمن الحاجات اللي برضو بتبين ان في كركبة المنظفات. طبعا احنا علشان ستات بيوت شاطرين بنحب نستعمل منظفات كتير وكده وبتاع، فبيبقى عندنا ازايز كتير وبخاخات وما اعرفش ايه. لمي كل حاجة تشمل المنظفات في منظم لوحدها. التربو يا بنات اللي انا صورته معاكم كذا مره دوت، اللي هو العمودي ده، تحفه تحفه بجد، بيشيل كميه منظفات كتير جدا. بس زي ما قلت لكم وقتها ان هو حلو قوي في الحاجات اللي هي مش 2 لتر و3 لتر العبوات الكبيره، لا الحاجات كده اللي هي الحلوه بتاعت المنظفات السهله دي. برضو نفس الفكرة، اي جردل، اي بوكس، اي حاجة هتلمي فيه المنظمات
المنظفات بتاعتك، وهتبقى الدنيا زي الفل. واخيرا بقى وليس اخرا، بلاش تضغطي على نفسك طول الوقت، لان بجد انت مهما ما عملتي لازم كده في حاجات بتقع مننا بسبب ضغط اليوم بتاعنا. فما تشيليش نفسك الهم على طول، وما تشيليش نفسك لوم كتير، ما تخليش ضميرك على طول شغال. طب انا ما عملتش الحاجة دي، طب انا النهاردة يعني الشقة والبيت والمذاكرة والمسؤولية كلها مش كلهم على احسن وجه، اكيد في حاجة منهم وقعت مني. لا يا قلبي، ده الطبيعي جدا، كلنا كده. احنا بنسعى وبنجتهد ان احنا ما نقصرش في حاجة، بس الطبيعي اصلا لان احنا بشر ان احنا مش هنقدر نلم الدنيا كلها في مسؤولياتنا الكتيرة. وان الوقت دلوقتي بجد بقى الريتم سريع قوي، ما بقيناش نقدر نعمل اي حاجة. فيا حبيبتي، علشان ما تتعبيش نفسك نفسيا اهم حاجة، وبعد كده جسديا، خفي على نفسك شوية. اللي ما اتعملش النهاردة هيتعمل كمان شوية، ما اتعملش النهاردة اصلا هنعمله بكرة بعده على حسب يومه. بس اهم حاجة انك تستعيني بالله وتعمليها. تمام يا قمر؟ انا خلصت الغدا بتاعي النهاردة، وزي ما قلت لكم كانت اكلة اقتصادية جدا. واللي هيقول لي مفيش حاجة اقتصادية النهاردة، لا، انا عملتها بطريقة اقتصادية، ومش هبخل عليكم بالمعلومة دي لو محدش كان يعرفها. انا فعلا عملتها اقتصادية جدا. طب ازاي؟ احنا عارفين ان المكرونة البشاميل بتكلف معانا جدا. لا والله يا بنات، انا فعلا عملتها اقتصادية. بص يا بنات، زي ما قلت لكم انتوا شفتوا الحشوة بتاعتي، ممكن يكون ما كانش واضح قوي في الكاميرا، فهقولها معاكم بسرعة قبل ما الفيديو بتاعي ينتهي. انا جبت يا بنات علبة جبنة، اي نوع اي نوع، دي كانت فيتا من غير اي نكهات. جبت معاها فلفل رومي قطعته مكعبات صغيرة جدا. جبت زيتون مخلي كان حجمه كبير برضو قطعته صغير جدا. اللي لونه احمر او اورنج اللي كان باين كده في المقطع، ده يا بنات مخلل، مخلل عادي جدا. جبت مخلل برضو ورحت مقطعاه صغير جدا 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 جدا. قلبت كل الكلام ده مع بعضه، ما حطيتش اي اضافات خالص. استكفيت بنسبة الملح او الملوحة اللي موجودة في الزيتون وفي المخلل. قلبت الميكس ده كويس جدا. حشيت بيه الجلاش بنفس الطريقة اللي بعملها معاكم على طول. اسفه والله يا بنات على صوتي، بس هو الله المستعان شكلي داخله على دور برد محترم. بنفس الطريقه المكرونه البشاميل بتاعتي بقى عملتها اقتصاديه ازاي بسرعه كده عشان الفيديو بينتهي. البشاميل يا بنات انا محطتش عليه لبن نهائي لان الاولاد عندهم برد عندي. فعملت البشاميل بميه سليق المكرونه. احنا كلنا بنسلق المكرونه ونيجي ناخد الميه بتاعتها ونرميها في الحوض. لا، خدي الميه ديت، بيبقى فيها النشا بتاع المكرونه، بيبقى فيها فيتامينات. انزلي عليها بالدقيق ومعلقه سمنه، اعمليه معامله البشاميل على البارد، وبعد كده طلعيه على النار ياخد غلوتين ويتقل معاكي، وبقى معاكي احلى بشاميل اقتصادي. يبقى كده عملنا اكلتنا اقتصادية. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، هتوحشوني لحد الفيديو الجاي.